مساء الخير والعافية. شلونكم بنات؟ شخباركم؟ يا رب الكل بخير وعافية. اليوم حسوي وياكم الطرشي الأحمر مالت الشلغم أو اللفت. عندي هنا تقريبا نص كيلو مالت الشلغم، غسلته وقطعته بهذا الشكل، سويته هيجي أصابع. وعندي هنا شوندر تقريبا 1.5، يعني بهالحجم تقريبا، يعني وسط. خلينا نقول تقريبا ربع كيلو مالت الشوندر، غسلته وقشرته وهمينه سويته أصابع بهذا الشكل. وعندي هنا ملح، إذا عندكم الملح الخشن يكون أفضل، بس أنا ما متواجد عندي فمو مشكلة، هذا الملح العادي نستخدمه. وعندي هنا تقريبا لتر واحد مالت مي، بس هذا اللي يكون مفلتر، يعني هذا مو اللي من الحنفية. يفضل انه يكون للطرشي على مود لا يخرب لنا الطرشي، لانه كنا نعرف انه المي مالت الحنفية يكون بيه نسبة املاح وكلور، فهذا الشي يخرب الطرشي. وعندي هنا الخل الابيض او الخل مالت التفاح او العنب براحتكم، اللي متواجد استخدموه. اول شغلة هنا حنسويها انه احنا لازم نحليه للشلغم، لانه احنا نعرف انه الشلغم بنسبة مرورة. انا هنا ما دامني باوروبا، فجماعة اوروبا يعرفون انه الشلغم مو نفس اللي بالدول العربية او بالعراق، يكون النسبة مالت المرورة جدا قليلة. رغم هذا انا ايش حسوي؟ على مود احليه واتخلص من كل المرورة اللي بداخله، عندي تقريبا هنا ملعقة واحدة مالت ملح، وراح اخلي لها نص، صارت عندي ملعقة ونص. راح اخلطه واتركه تقريبا نص ساعة الى ان الملح كليته يتشرب الشلغم هذا، واتخلص من كل الكمية مالت المرورة اللي بداخل الشلغم. ولو هو اصلا يعني كلش النسبة قلت لكم قليلة مالت المرار اللي بيه، بس رغم هذا حتى اتفادى هذا الشي ويكون الطرشي مالتي طيب وما بيه اشكال. فحاليا راح اتركه تقريبا نص ساعة، وبعدها اغسله واتخلص من كل الملح اللي بداخله والمرار اللي بداخله، وراها ارجع اشوفكم الخطوة اللي بعدها. بنات، هاي بعد ما مرت علي نص ساعة بعد ما حطيت له الملح، شوفوا المي اللي نزلته الشلغم هذا كليته، الملح ذاب ونزل هذا المي كليته، لازم احنا نتخلص من عنده، لانه هذا المرارة كليتها نزلته هنا. هسه راح اغسله كل الزين بالمي. بنات، هاي بعد ما غسلته وصفيته من المي، صار عندي جاهز انه اشتغل بيه. خلصنا من المرار قلت لكم اللي بداخله. هسه عندي هنا هاي الحبة وشوية مالت الشوندر، راح اخلطها وياه. اذا تريدون تسووها هيجي طبقات، طبقة من هنا مالت شوندر وطبقة مالت شلغم براحتكم، بس اني احب اخلطها هيجي حتى كليتها يتجانس بداخل يعني الطبقات مالت الشوندر والهذه الشلغم كليتها يصير بنفس اللون ويختلط سوي احسن. عندي هنا هذا المي تقريبا لتر، راح اضيف عليه تقريبا ملعقتين الى 3 ملاعق كبيرة من الملح. هاي 3 ملاعق. وراح اضيف نص كوب من الخل الابيض. هنا عندي هذه العلبة او الدبة اللي راح احفظ بيها الطرشي، اني مغسولة معقمتها غاسلتها كل الزين ومنشفتها تماما من المي، اي قطرة مي ما بيها لازم تكون. وراح اعبي بيها الطرشي هذا. اذا كان عندكم العلبة زجاج بعد افضل، بس انا حاليا ما متوفر عندي القزاز، فعندي هذه ما يهم.
قلت لكم اهم شغله بالطرشي انه المي لا نخليه من الحنفيه او من البوري. حاولوا تستخدمون المي اللي يكون متفلتر او اللي معقم على مود نتفادى سالفه التلف مالت الطرشي. ونقطه همينه مهمه ثانيه انه اذا تريدون تستخدمون الطرشي تاخذون من عنده ابدا لا تخلون ايديكم بيه، يعني حاولوا انه من تاخذون من عنده بالخاشوقة او لبس جفوف واخذوا من عنده حتى ما يتلف. واذا تحبون تضيفون قرنابيط تضيفون فلفل من هذا الحار براحتكم. أنا ما متوفر عندي القرنابيط فراح استكفي بهذا اللفت او الشلغم والشوندر. هسه بعد ما خلطت الملح والمي والخل راح اذوقه، بس اهم شي انه الخاشوقة اللي تاخذون من عندها او تذوقون بيها لا تخلوها مرة ثانية بيها، فاني استخدمت خاشوقة غير اللي خلطت بيها. الملوحة مالته كلش تمام والحموضة ايضا راح اضيفه. راح اضيف له مي بعد تقريبا نص كوب. هاي راح اضيف له مرة ثانية مي الى ان يغطي كليته. وراح اغطي عليه واتركه بالرف مال المطبخ او على الميز او على الكاونتر لمدة تقريبا اسبوع، ويكون جاهز انه واحد يطلع من عنده وياكل. اهم شغلة انه المي يكون مغطي للشلغم والشوندر على مود ما يصير هذا الريم الابيض عليه ويتلف. ايش راح اسوي اني هسه؟ راح افتحه وراح اخلي كيس هنا اخلي اثقل عليه او ماعون، يعني هذا الصحن الصغير اذا عندكم وتدخل بهذه الحلق مالتها ثقلوا على مود انه الطرشي هذا ينزل لي جوا وما يخليه يطوف ويتلف. عرفتوا شلون؟ فهسه حاليا انا راح اخلي لها كيس مال نايلون نظيف يكون جديد ما مستخدم على مود هذا الطرشي لا يطوف لي فوق وبعدين انه يتلف. شوفوا بنات جبت هذا الكيس هذا جديد ما مستخدم ابدا، راح اطويه اصفطه بهذا الشكل واجيبها لهذه العلبة او الدبة. راح اغطي الوجه مالتها بهذا الشكل، صار عندنا هيجي على مود ما يخليها يتلف. وراح اسد عليه واتركه تقريبا من 5 ايام الى اسبوع واشوف لكم اياه من يجهز ان شاء الله. حبايب هاي بعد ما مر على الطرشي اسبوع بالضبط صار عندي كلش تمام واللون مالته رهيب. هسه راح نطلع وياكم. انا طبعا زيدت الكميه مالته، ضفت له تقريبا بعد شلغمه وحده، فصار عندي بهالكميه. يعني بالبدايه من سويته وياكم شفته قليل فحطيت تقريبا وحده ثانيه مالت الشلغم. هسه راح نطلع الكيس اللي خليناه، قلت لكم نخلي الكيس على مود نتفادى التعفن اللي يصير بالبدايه مالتها. وشوفوا هسه انا فتحته وياكم، اللون مالته كلش حلو ومستوي وتمام. من نطلع لا نطلع بايدينا نتفادى، قلت لكم انه واحد يكون مثلا ايده بيها زيت بيها اكل فحتى ما يعفن عندي الطرشي.
فأطلع بملقط أو ألبس الشفوف وأطلع منتها. بنات هاي طلعت الطرشي وخليته بهاي الطاسة. راح أزينه بشوية كرفس. هذا الكرفس طبعا أمي زارعته، يعني هذا مال البيت. صار عندي بهالشكل. راح أضوق واحدة قدامكم وأشوف لكم يا شلونه. كلش طيب، الحموضة مالته كلش طيبة، والملوحة أيضا جاية ممتازة. هسه هذا الشلغم حاضوق همين هسه من الشوندر، وشوفوا شلون يقرمش، أبد مو طري. جربوه بالطريقة هذه وإن شاء الله يعجبكم. طريقته جدا سهلة وطعمه رائع. إن شاء الله يعجبكم وتجربوه. واللي ما مشترك بالقناة أتمنى من عنده أنه يشترك، لأنه أغلب المشاهدات اللي أشوفها دا تصير من غير ما أنه المشاهد دا يشترك. فأتمنى من عندكم أنه تدعموني بالاشتراك حتى أستمر وياكم وتكبر بكم القناة، وأنا أكون جدا ممنونة من عندكم. وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع ألف سلامة.